بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض غدا جميل كل الأطفال والكبير والصغير بيحبوا. هنعمل إن شاء الله فراخ كنتاكي ورز ريزو وسلطة كروسلو. هنبدأ مع بعض على بركة الله كده. معانا هنا فرخة أنا جايباها 2 كيلو إلا ربع، تقدري تجيبيها كيلو وربع، كيلو و200، كيلو ونص، زي ما تحبي. بس كل ما بتكون صغيرة كل ما بتكون أفضل طبعا. غسلاها وكنت نقعاها ومخرماها وقطعاها كده، عاملة فيها فتحات كبيرة. وهنا معانا كوباية دقيق، ومعايا توابل، معايا ملح، فلفل اسود، ده توم بودرة، بصل بودرة، مكعبين ماجي، قرفة، جنزبيل، كل التوابل اللي تحب تحطيها ممكن تضيفيها، او بابريكا. بس انا هنا البابريكا ضفتها، يعني انا نسيت احطها فضفتها بعد شوية من ورا الكاميرا. وحبة كزبرة ناشفة ومعلقة كركم. حسيت هنا بقى ان الخليط بدوب كل الخليط ده ومعلقتين خل، وبحط بقى كوباية مية وبنزل تدريجيا كده. انا هنا ضفت المية، حسيت ان هي الخليط ايه، مش بصي هنا بوريكي ان المفروض اعمل كده بالمعلقة، السائل ما يجيش على بعضيه. وطبعا بتدوقي الخليط بتاعك، عشان ده كده لسه محطناش الفراخ، هو عبارة عن مية ودقيق. وطبعا في التوابل انا نسيت اقولك نص معلقة بيكنج باودر ضروري، عشان احنا ولا حاطين بيض ولا حاطين اي حاجة، فبحب احط نص معلقة بيكنج باودر. الطريقة دي حلوة وسهلة وبعملها على طول، وما شاء الله الفراخ بتستوي وبتبقى مسكرة حلوة قوي. وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات، والطريقة تعجبكم ان شاء الله. هنحطها في التلاجة اقل حاجة 4 ساعات، يا اما تبيتيها من بالليل. هنا بقى ان شاء الله نعمل الكروسلو. معايا كده معلقتين سكر، ومعايا نص كوباية مايونيز، وعلبة زبادي او نص كوباية لبن قد المايونيز. انا عندي لبن هشتغل، عندي زبادي هشتغل، ومعلقتين خل. ده الصوص بتاعها، هقلبهم كده مع بعض. وطبعا ملح ورشة فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض ماشي، ما عندكيش حطي فلفل اسود. بس ما بحتاجش اي حاجة تانية غير كده. وهقلب كده الصوص بتاعها. ومعايا طبعا الكرنب بتاع السلطة، ومعايا جزرتين. هنا هبشر الاول الجزر، انا بعمل الاول الصوص وبركنه قبل ما ابشر الجزر، وبعديها ابشر الكرنب على طول. هبشر كده، انا عامله 3 جزرات بس، انا هحتاج 2 بس، ما عملتش التلاتة. احط كده الجزر، طبعا تقدري تكتري الجزر تكتري الكرنب اللي يريحك واللي انتم متعودين عليه وتحبوا تاكلوا. انا هنا هعمل نص الكرنبايه، جيت ابشرها لقيتها هتبقى ناعمه قوي قوي، فقلت لا انا هخرطها بالسكينه. وانا عندي مبشره بتاعه الشيبسي كنت بعملها عليها، بس قلت انا هعملها بالسكينه احسن، عشان اللي ما مش متوفر عنده حاجه يبقى يقدر ان هو يعملها بالسكينه كده. طبعا هنا هي تبقى كده كبيره قوي، فانا تاني هقطعها تاني ايه، قطعتين كده. حباها كبيره مفيش مشكله، حبه صغاري مفيش مشكله. طبعا النسبه اللي انت تحبيها، ده اكتر ده اكتر، اللي يريحك اعمليه واللي موجود اعمليه. انا احيانا كتير قوي ما كانش بيبقى عندي كرنب بتاع السلطه دوت، كنت بشتغل بالكاباتشا. بتقضي الغرض وخلاص، يعني شغلي نفسك، ما توقفيش نفسك على حاجه والمطبخ ما فيهوش ايه، مفيش او مش هينفع. ان شاء الله وصفاتي تكون بتعجبكم وكنتوا بتستفادوا مني ان شاء الله اي معلومة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا تشتركي في القناة وتحطي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا كده انا خرطت الجزر، بشرت الجزر وخرطت الكرنب. لو في حاجة كبيرة كده هظبطها، وهنزل بقى بالدريسنج اللي انا عملته، اللي هو الصوص بتاعها، يعني مايونيز وزبادي وخل وسكر. لو عندك عسل حطي معلقتين عسل وبلاش السكر، والملح ورشة الفلفل الاسود. وبقلب انا هنا بقى، طبعا هحطها في التلاجة برضو مع الفراخ، عشان خاطر ان لازم دي برضو تحطيها في التلاجة، عشان كل ما بتحطيها في التلاجة كل ما بتطرى وبتنزل الصوص بتاعها. يعني ما ينفعش تعمليها كده فريش وتقدميها على طول. نرجع بقى، طبعا هنا كان فات طبعا ساعة ساعتين، الكلام ده كان 12 الظهر، والغدا يبقى 4 4 ونص. بدأت كده، جبت كوباية ونص دقيق، وعليهم 3 معالق نشا، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة كركم، ورشة ملح، ونص معلقة بابريكا، وملح وفلفل اسود. مش طبعا خلي بالك من الملح عشان هي الفراخ مظبوطة وحيائها مظبوط، بس احنا هنا بندي الملح للكفر اللي هو من بره، عشان طبعا كله يبقى حي الكفر والفرخة متبلة وحيقة. هنا بقى الخطوة دي مهمة، اللي هو احنا ايه، مش بنطلع حتة الفرخة ننفضها من الصوص ونحطها في الدقيق، مش بنخبط عليها، احنا بنهبدها بصوابعنا كده بايدينا بننفضها. طبعا تقدري تعملي الخطوة دي مرتين زي ما انا عملت في اول دبوس، بس ان انا ببله وارجع ابدره وارجع احطه تاني في الخليط وابدره. بس انا مش بحبها بيبقى الكفر عليه قوي قوي، فبحبها واحدة بس. انا وريتك اول دبوس عشان انتي لو حابة تعمليها مرتين هتشيل معاكي جفر كبير، ويبقى الكريسبي بتاعها كتير قوي. فبصراحة كده مظبوطة مرة واحدة كفاية.
لان التتبيله بتاعتها دي بتبقى عليها مغطياها فبتشيل معاكي زي ما حضرتك شايفه كده. البنات طبعا اللي لسه مبتدئه، العرايس الجداد، زي ما شايفين كده ان هما ايه يبدروا كده بصوابعهم. انا بنفض بصوابعي يعني، مش زي البانيه بضغط عليه ولا بدوس عليه في التتبيله. بنفض كده طبعا ايه، هبدر كل الفرخه اللي معايا واحطها كده في طبق عشان خاطر الزيت يسخن، اروح نازله ايه على طول. عشان انا هنا مش هينفع طبعا ابدر حته واروح احطها في الزيت وارجع ابدر التانية، لان طبعا ده بياخد وقت. انا هنا مسرعه الفيديو عشان خاطر ايه ميبقاش الفيديو طويل عليكم وتملوا مني او تزهقوا. يعني طبعا انتي بتبدري براحتك وتديها الشكل، تشوفي حته ما خدتش تروحي ايه مبدراها. فطبعا براحتك وعلى مهلك وايه، طلعي ان شاء الله اجمل حاجه واحسن حاجه. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. الفيديو ده لحبيبتي اللي طلبت مني طريقة الكنتاكي والرز ريزو والكروسلو، انا عملته لها اهوت. وان شاء الله اللي عايز اي حاجة يطلبها في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم كل جديد ونعمل كل جديد مع بعض ان شاء الله. خلصت هنا الكمية على الزيت، النار عالية، لازم أن يكون النار عالية، ما ينفعش يكون مثلا النار هادية عشان خاطر هياخد وقت ومش هتستوي. وغير كده الكفر ده هيطرى مش هيبقى كريسبي معاكي. النار العالية بتخلي الكفر يبقى كريسبي، وترجعي بقى تهدي النار عشان تضمني سوا الفرخة من جوه. طبعا الفراخ مستوية 100%، وكانت زبدة ما شاء الله، كانت جميلة. لان طبعا دي فراخ ما ينفعش ان تكون نية او فيها دم. طبيعي اللي هيلاقي فيها دم او نية مش هتتاكل، فطبعا احنا مش هنضحي بحاجة زي كده يعني. اجربوا الطريقة، والطريقة مضمونة وان شاء الله باذن الله تعجبكم. هنعمل بقى الرز هنا مع بعضينا. جبت حلة فيها معلقتين سمنة ومعلقة زيت اللي تحبوه. معايا بصلاية متوسطة، عشان ده انا هعمل نص كيلو، وهتعملي كيلو ممكن تعملي بصلتين، بصلاية كبيرة. طبعا الرز ريزو ليه طريقة كتير قوي. احيانا انا بعمله من غير بصل، سمنة وزيت والتوابل والباربيكيو صوص والصويا صوص، او معلقة صلصة وحبة سكر، او عسل اسود. طبعا كتير الرز الريزو دوت ليه طرق كتيرة، الطريقة اللي تعجبك اعمليها، والطريقة اللي تريحك وولادك يحبوها وانت تحبيها اعمليها. انا هنا حطيت البصلايه بخليها تاخد لون بس تصفر، حطيت 2 ورق لورا. هقلب بقى كده الحاجه مع بعضيها، البصلايه بالورق اللورا، عشان بس تاخد لون وتدبل. طبعا مش عايزين نحمر ولا حاجه. وفي نفس الوقت الفراخ شغاله على نار عاليه اهوت. بديها طبعا بسيبها على نار عاليه في الاول، وبرجع بعد كده لما تاخد لون بروح قلبها على الجنب التاني تاخد لون، وبعد كده اروح موطيه عليها. الجنبين خدوا لون وبقوا كريسبي، اروح موطي عليها عشان اضمن سواها من جوه. هنا بقى نرجع اجيب التوابل بتاعتي واجيب الباربيكيو صوص. هنا برضو الفراخ هيبقى اوريها لك شغاله معانا. بقلب كده اهو، خدت كفر اهو بقى كريسبي. هقلب على الجنب التاني، مش هوطي في الحاله دي غير لما الجنب التاني ياخد كفر وياخد نفس اللون ده. هرجع هنا اقلب البصلايه، طبعا النار هاديه عشان البصلايه ما تتحرقش وهتمرر معاكي، وهيبقى طبعا شكلها مش حلو وهتبان طعمها هيبقى مرر. هديها بس تدبل كده. طبعا لو حابة تعملي مكرونة جنب الأكل دي، مش لازم رز ريزو لو مش بتحبوه. حابة تعملي بطاطس محمرة، كله شغال يعني. احنا قلنا نعمل بقى النهاردة أكل المطاعم، تبقى وجبة كاملة متكاملة وإن شاء الله تعجبكم. حطيت طبعا هنا معلقة كاري لا ده كركم مش كاري، معلقة كركم وفلفل أسود وملح. بس الملح طبعا هخلي بالي منه عشان أنا حاطة باربيكيو صوص وصويا صوص. الصويا صوص بيبقى حادق سنة، تخلي بالك طبعا عشان خاطر ايه ما يحدقش منك الاكل. هنزل هنا بالباربيكيو صوص. انا الاول حطيت التوابل وقلبتها، لما شميت ريحتها هنزل بالباربيكيو صوص معلقتين. مش موجود طبعا مش هنوقف، هتحطي كيسين كاتشب ومعلقه صويا صوص. مفيش ولا ده ولا ده، هتحطي معلقه صلصه ومعلقه سكر وهتقلبوهم مع بعض. مفيش ده وعندك عسل اسود، حطي معلقتين عسل اسود وما تخافيش مش بيحلي الاكله، ده بيديك اللون وبيخلي طعمها جميل قوي، مش بيسكر او مش بيبقى رز مسكر يعني. جربوه ان شاء الله يعجبكم. هنزل هنا بقى بالنص كيلو رز، حسب ما انت عايزه، كيلو كيلو ونص. هتزودي طبعا المقادير وهتزودي التوابل. هنا بوريكي لونه، هفضل طبعا اشوح فيه، لونه جميل قوي. هنا بحط حبه ملح بس لغايه ما ادوق الملح بتاعه. وهنزل طبعا بميه، ميه سخنه ميه ساقعه مش هتفرق يعني، حسب ما متعوده وحسب ما بتحبي. انا بعمل ميه سخنه بميه ساقعه، الموجود قدامي بعمل بيه. هنا دقت ملحه ولقيت ان هو عايز حبه ملح، حطيت له الملح بتاعه وهغطي عليه.
هنا بقى الفراخ خدت اهوت الكفر من ناحيتين، وانا مهديه عليها النار لو شايفين واخدين بالكم، مهديه عليها النار وهنا شفتها. لازم اختبرها بالشوكة او بسكينة او بخلة. ما شاء الله لقيتها استوت. فهطلع طبعا الفراخ والرز على النار كده، وعاملين السلطة. على طول شغلي نفسك ادام حاجتك موجودة وحاجتك عندك. ان شاء الله اكلة زي دي خلال ساعة. طبعا بره ان انتي متبلاها من بالليل في التلاجة او من بدري في التلاجة، هتحضري رزك وسلطتك وهتحضري حاجتك ان شاء الله باذن الله. هنطلع بقى هنا الفراخ. هنا معلش الاضاءة بقى هديت شوية. هنطلع مع بعض كده الفراخ ما شاء الله مستوية وريحتها ما شاء الله جميلة. وطبعا لو في صوت اسمعكم ما شاء الله يعني ناشفة ومقرمشة ومن جوه مستوية وطرية. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. وهنزل بقى هنا بالفاضل من بقية الفرخة. انا مينفعش انزل بالكمية كلها عشان خاطر ايه، تتحمر حلو وتستوي حلو ويبقى المكان واسع وتتحمر من كل لون. نزلتها كده الفرخة على مرتين. هنا الرز اهو اتشرب هديت عليه. وده اللي انا طلعته بوريهولكوا. طبعا الكنتاكي برضو ليه كذا طريقة. انا مرة عملته ان انا عملت له مية والتوابل بس ولبن كوباية لبن. وبرضو من بالليل كان حلو، بس دي اجمل لان انا من ساعة ما جربت الطريقة دي وبعمل بقى الاستريبس وبيبقى جميل. وان شاء الله هعمل لكم فيديو بالاستريبس ان شاء الله. اجربوها وهتعجبكم باذن الله. كده نطلع بقية الكمية دي الجناحات. انا طبعا لما حطيت اول مرة حطيت اللي وراك، وحطيت حتتين من الصدر الكتف اللي هي عند الكتف عشان دي برضو بتاخد سوا. وبعد كده نزلت بقى بالجناحات والزور والحتت اللي هي عند الصدر الصغيرة. طبعا هنا انا ارتفيت على الرز وجبته. انا كنت مصورة مقطع وانا كنت مقدمة مقطع فيديو وانا بقدم الاكل، بس المساحة عندي كانت ممتلئة وانا كنت بحسب ان هو بيصور. فهنا قدمت الاكل. حطيت الكروسلو، حطيت الفراخ ما شاء الله عليها، والرز زي ما شايفين اهو. طبعا تقدري تغمقي لو زودتي الباربيكيو والصويا صوص براحتك، حابه تحطي معلقتين بس كده. وهنا بوريكي ان الفراخ ما شاء الله مستويه وطريه وزبده وريحتها ما شاء الله. تقدري بقى تقدمي بالطريقه اللي انت حباها زي ما تحبي تقدمي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون ضيفه خفيفه عليكي. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.